تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله. دمتم ملكات مع ليالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دمتم ملكات مع ليالي. النهاردة هنتكلم عن سكراب جميل جدا للبشرة. قبل ما نتكلم عن السكراب اللي معانا عايزة افكركم باشتراك في قناتنا وصفات الجمال مع ليالي، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد منكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بننزله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ملكات ليالي. النهاردة هنتكلم عن وصفة او سكراب تقشير للبشرة. عايزه قبل ما نبدا السكراب ده عايزه افكركم ان انتوا لما تعملوا ماسك او تعملوا سكراب للبشره لازم تكون غاسله وشك كويس او على وش من غير ما يكون عليه ميك اب او اي حاجه من اي كريمات الاساس وكده. الوصفه اللي معانا سهله وبسيطه. كل اللي هنعمله هنبدا ان احنا نعمل لوشنا حمام بخار عشان نفتح المسام بتاعتنا، وهنجيب 3 معالق سكر ومعلقتين بن و3 معالق جل الصبار، 3 معالق صغيرين جل الصبار. تمام، دي مكونات الماسك او السكراب القهوه اللي معانا النهارده. دي مكوناته الاساسيه. احنا عارفين طبعا حبوبات السكر دي بنستخدمها في السكراب وبتبقى حلوه جدا وممتازه. تمام، الجديد اللي هو القهوه وان شاء الله هيبقى حلو جدا. هتجربي الماسك وهيعجبك وهتمشي عليه باذن الله، لان نتيجته حلوه جدا وهتلاحظيها من اول مره. جل الصبار اللي عندنا النهارده تمام، ممكن تجيبيه اللي هو الفريش، ان انت بتجيبي الصباره فريش وبتقسميها نصين وبتاخدي منها الجل اللي جوه الصباره وبتستخدميه، او بتجيبيه اللي هو بتاع الشركات اللي نازل في الاسواق دلوقتي ومشهور جدا على جروبات الفيسبوك وطبعا موجود في ليالي. زي ما قلت لكم هنبدا بقى في اعداد السكراب بتاعنا، سكراب القهوه. سميناه بسكراب القهوه لان احنا مستخدمين فيه بن او مستخدمين فيه قهوه. هنحط 3 معالق من السكر. تمام، ده اول مكون معانا. هنضيف عليه القهوه. تمام، وهنضيف عليه جل الصبار، او الاسهل ان احنا نضيف البودر والحاجات دي على جل الصبار. تمام، هنقلبهم كويس مع بعض. عايزه اقولك لو الجل الصبار بتاعك نوع كويس هيخلي الخلطه تتخلط كويس. لو هتلاقيه مثلا جامد او الجل جامد، يعني مش سهل ان هو يتقلب، ممكن تستعيني بميه ورد في الخلطه دي. يعني لو السكر ما دابش كويس، احنا طبعا مش هندوب السكر كويس لان احنا محتاجينه في السكراب، احنا محتاجين اللي هو الخليط او القوام ده عشان يعمل سكراب. انا اقصد لو الجل الصبار كان تقيل ممكن تحطي معلقه صغيره ميه الورد عشان تساعد بس في عمليه التقليب. طبعا هنقلبه كده وهناخد من الخليط بتاعنا دوت وتوزعيه على وشك كله، وهنعمل فرك بفرشه قديمه عندك، او لو بالجهاز اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو جهاز اللي هو تنظيف البشره، او بالكلينج باد، وتعملي زي عمليه ازاله لكل الجلد المتراكم واي اوساخ واتربه في الجلد. كمان الماسك بتاعنا النهارده ده مفيد جدا 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 للرؤوس السوداء المزعجه اللي بتبقى حوالين الانف، وكمان بيفتح المنطقه اللي حوالين البق، يعني اللي بتبقى غامقه شويه. دي طريقة تقشير البشرة بطريقة طبيعية. وبعد ما بنخلص بنغسل وشنا وبنمشي على وشنا مكعب مسك، مكعب تلج اقصد، علشان نقفل المسام اللي احنا فتحناها لما عملنا حمام البخار. عايزين بعد السكراب ده ممكن كمان نستفيد اكتر ان احنا نعمل ماسك تفتيح من الماسكات الموجودة معانا على القناة، ممكن تستعينوا بيها. برضو هتكون البشرة مستعدة جدا ونضرة، وهتقبل اي كريم او اي ماسك تفتيح هيتحط بعد السكراب ده، لان حبيبات البن وحبيبات السكر هيكونوا ازالوا كل جلد ميت، فتكون البشره مهيئه ان هيتحط عليها اي كريم ترطيب او اي كريم او اي ماسك تفتيح. وزي ما قلت لكم بعد ما ننهي موضوع تنظيف البشره بتاعنا والسكراب، ولو عملنا كمان ماسك التفتيح، اقفلوا المسام بتاعتكم بمكعب تلج او مشوا قطنه متغمسه في ميه ورد. ده كان ماسك بتاعنا النهارده، ماسك
حلو ومكوناته موجودة في كل بيت. ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا من هنا، وتشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا من هنا. دمتم ملكات مع ليالي.